ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده دي اكلة رز وسمك وسلطة، بس مش اي رز. نعمل مع بعض بقى صينية رز احمر في الفرن كده زي ما انتوا شايفين. اول حاجة كده هنبدأ نجهز التسبيكة بتاعتنا. جبنا كده حلة، حطينا فيها شوية زيت كده محترمين، ونزلنا عليهم ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، وهنبدأ نشوح البصلة. انا مش عايزاها تحمر زي ما انتوا شايفين كده. نزلت عليها بشفشق طماطم مضروب بتاعتي بقى هنا، كمون، فلفل اسمر، كزبرة، بابريكا، ملح، شطة اختياري. واسيب بقى كل ده اقلبه واسيبه بقى يتسبك مع بعض. على ما الطماطم استبكت كنت غسلت كده حوالي كيلو الا ربع رز، ونقعته حوالي ربع ساعة وصفيته، وجبت كده ربطة كزبرة وربطة شبت غسلتهم وقطعتهم. بس بقى حاجة الصينية بتاعتي زي ما شفتوا كده، حطيت الرز على الخضرة على الطماطم اللي انا سبكتها، وهقلب بقى كده لحد اللون اللي انا عايزاه. ما انتوا شايفين كده بقى خلصتها. كنت غالية معايا براد مية سخنة، هبدأ انزل بالمية تدريجيا كده واظبط قعد الرز. في المرحلة دي انا مسخنة الفرن بتاعي مولعاه فوق وتحت. الرز الاحمر هنا بحب المية تبقى زايدة شوية عن الرز الابيض زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقة. واظبط بقى الملح ادوق، واظبط بقى الملح بتاعي. التقلية بتاعتي ما بتاخدش بصل كتير ولا زيت كتير زي تسبيكة المحشي. بقى الصينية العظمة دي طلعت من الفرن. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ الطعم حكاية غير الرز الاحمر اللي انتوا بتعملوه على البوتاجاز خالص. جربوه مش هتندموا. لو وصلتوا لحد هنا اعملوا لنا لايك وكومنت جميل وسبسكرايب للقناه عشان تكبر بيكم فضلا وليس امرا. هنبدا بقى نقطعها خرط زي ما انتوا شايفين كده. طب لو الفرن بتاعي بيولع من تحت لوحده ومن فوق لوحده عادي، هسوي الرز خالص واردده، وبعد كده هديله لون من فوق. هو اصلا السخونيه هتديله لون من فوق، مش شرط شوايه. هبدا بقى اقدمه في اطباق كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى اوريكم قد ايه الرز مستوي، والطعم حكايه حكايه حكايه. واخد لون بسيط خالص من تحت، مهديه النار عشان برضو ما يتحرقش مني. على ما الرز استوى كان السمك هنا اتشوى وجه. السمك هنا البوري كان في حتة تانية خالص. ما شاء الله السمك كبير، كان التلاتة حوالي كيلو 100 جرام، ودسم بقى وسمين جدا جدا جدا. نصلي بقى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جربوا بقى صينيه الرز وقولوا لي في التعليقات ايه رايكم فيها، مش هتندموا صدقوني. اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير مع مطبخ سوم.